السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وبتوحشوني جدا. لسه بشوف ناس بتشتري الفراخ المشوية من عند الحاتي، ما بيعرفوش يشوها في البيت. طب بتشتروها من بره ليه؟ اصلها ما بتكونش مستوية، اصلها ما بتكونش بنفس اللون، اصلها ما بتكونش بنفس الطعم. هقولك على تتبيلة سهلة وبسيطة جدا وبمنتهى السهولة هنشويها في البيت، والطعم احلى بكتير من اللي بنشتريها جاهزة. وكمان هنعمل مع بعض شوية رز أصفر مبهر ولا أجدع مطعم. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا بصلتين كبار بشرتهم ناعم بالمبشرة بالكبة، تضربيهم في الخلاط، المهم ان هما يكونوا ناعمين. التتبيلة اللي هعملها هتكفي فرختين، شوفي انتي بقى هتعملي قد ايه واعملي على قد الحاجة اللي انتي هتعمليها. هحط لها كده ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من ورق اللورا على الحبهان مطحونين على بعض، نص معلقة صغيرة من الكاري، طرف معلقة صغير جدا من التوم البودر، يعني حاجة بسيطة جدا من التوم البودر، رشة ما بين ايديكي كده ما تكتريش. وكمان معايا كده معلقة كبيرة من الخل، معلقة واحدة من الخل ما تكتريش خل، وعصرة نص ليمونة، وكمان معلقتين من الزبادي. الزبادي بتطري الفراخ وبتخليها جوسي كده وطرية وما بتكونش ناشفة. وبعد كده هحط لها معلقة كبيرة من الملح ونقلبها مع بعض كلها كويس لحد ما نخلطهم كلهم مع بعض. وهنا الفراخ غسلتها ونضفتها كويس وقطعتها كده بالطول من الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن طبعا تقطعيها ربع زي ما انت عايزة براحتك، بس للشكل بس انا قطعتها بالطول كده. وهنسيب الجلد مش هنشيله لان هنغطيه بطبقة تحفة هتخليه كريسبي كده ولونه حلو وطعمه يجنن وهيخلي الفراخ حلو قوي. ببدأ كده اشيل الجلد كده ارفعه لفوق، وبالسكينة كده بعمل شقوق بسيطة جدا في الفراخ في الورك وفي الصدر علشان تشرب التتبيلة وفي نفس الوقت تساعدني على التسوية ومتاخدش وقت كتير في التسوية. بصوا بطرف السكينة بعمل شقوق بسيطة جدا ما بكترش علشان بس ادخل التتبيلة جوه الفراخ. وطبعا علشان نغسل الفراخ غسلة حلوة كده وما يكونش فيها اي زفارة ولا اي ريحة زفارة خالص، بعد ما بنغسل الفراخ كده وننضفها ونقطع فيها اي حاجة مش كويسة، معلقة ملح، معلقة دقيق، معلقة طحينة، ومعلقة عصير ليمون، بنحط عليهم شوية مية وتفركي بيهم الفراخ كويس جدا جدا جدا، وتسيبيهم منقوعين كده فيها حوالي نص ساعة او ساعة. بعد ساعة تقريبا بتروحي غسلهم كده تحت المية الجارية في الحوض وتصفيهم، بيبقوا زي الفل ولا بيبقى فيهم اي ريحة زفارة خالص. بعد ما عملت فتحات كده في الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه، هنبدأ نجيب التتبيلة بتاعتنا كده ونحط تحت الجلد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نرفع الجلد كده ونحط على الصدر ونحط على الورك، ونفركها كده بالتتبيلة من بره ومن جوه ومن العظم. المهم ان انت تتأكدي ان انت غلفتي الفراخ من بره ومن جوه وكلها كده بقت متبلة تتبيلة محترمة. بصي بترفعي الجلد كده وتبدأي تحطي ما بين الجلد واللحم التتبيلة اللي احنا عاملينها دي، وتتبلي الفراخ كده من بره ومن جوه ومن كل مكان، تعملي لها مساج كده بالتتبيله علشان تتاكدي ان الفراخ شربت من التتبيله من كل جزء منها واللحم كده يتشرب من التتبيله. كده تمام. بعد ما تبلت الفراخ كلها وزي ما قلت لكم التتبيله دي يا جماعه تكفي فرختين، هنغطي الفراخ ونحطها في التلاجة مش اقل من 4 ساعات. كل ما تسيبيها فتره طويله في التتبيله كل ما تديكي طعم حلو، والفراخ كده لحمها يشرب من التتبيله ويكون طعمها حلو قوي وهي بتتشوي. خلاص، انا هنا عن نفسي هبيتها لتاني يوم، كل ما تبيتيها او كل ما تقعديها فتره اطول كل ما يكون احسن. تمام كده، هغطيها بقى واسيبها ليله في التلاجة وبعد كده نشوف هنشويها مع بعض ازاي. وايه التتبيله التحفه اللي هنحطها على وشها، هتدي لها لون احمر جميل وفي نفس الوقت هتديها طعم كريسبي كده وحلو قوي من بره. وهنا الفراخ بعد ما قعدت ليله في التلاجة واتاكدت ان هي شربت من التتبيله كده ولحمها بقى تمام، هنجيب صينيه مش مدهونه اي حاجه ونرص الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحاول واحنا بنرصها كده نشيل من عليها اي بصل موجود عشان ما يتحرقش مننا واحنا بنشويها. طبعا التتبيله الباقيه معانا بنحطها كده في الصينيه من تحت، واي بصل بننزله برضو في الصينيه من تحت علشان والفراخ بتتشوي يدي طعم حلو وريحه حلوه للفراخ. كده تمام. بعد ما بنرص الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان تسرعي عمليه التسويه بنغطيها بورقه فويل علشان تستوي بسرعه، لكن لو انتي حطاها من بدري ومعاكي وقت ممكن تحطيها من غير ما تغطيها بورقه فويل ولا اي حاجه خالص.
بس نخلي بالنا واحنا بنحط ورق الالومنيوم على الاكل يكون الوش اللي بيلمع لتحت مش لفوق، علشان لو حطيناه لفوق بيعكس الحرارة وبيأخر عملية السوا وبتاخد وقت في الفرن. فناخد بالنا بس من النقطة دي، انا قلت اقول لكم عليها. تعالوا بقى ما نشويها، وهقول لكم على التتبيله التحفه اللي هنحطها على وشها وهي بتتشوي، وهقول لكم ازاي تسووها وما تاخدش معاكم وقت. طبعا انا غطيتها علشان اسرع عمليه التسويه. نص ساعه بس هنحطها في الفرن. بولع الفرن على درجه حراره 220 لمده 10 دقايق في الاول قبل ما ادخل الفراخ. يعني الفراخ بتدخل على درجه حراره عاليه والفرن بيكون سخن. نص ساعه بس في الرف التاني من تحت، يعني بتكون قريبه من النار، تاني رف من تحت. نص ساعة بس في الفرن تاخد نص سوا، وبعد كده نخرجها وهقول لكم هنعمل فيها ايه. تعالوا بقى نعمل الكفر اللي هنحطه على وشها، هيديها اللون والطعم التحفة اللي زي بتاعة المطاعم واحلى كمان. معايا هنا معلقتين من الصلصة او معجون الطماطم، معلقتين كبار. هحط عليهم رشة بسيطة جدا من الكاري، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الخل، حاجة بسيطة جدا من الخل، ورشة شطة بسيطة، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهحط لها كده طرف حاجة بسيطة من الفلفل الاسود، وحوالي كده معلقتين 3 من الزيت. وهنحط لها نص معلقة صغيرة من البصل البودر، انا كنت ناسياه بس الحمد لله ان انا افتكرته. الصيام بقى وعمايله يا جماعة. هنقلب بقى التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض دي كويس جدا. وهنا الفراخ بعد ما قعدت نص ساعة في الفرن، نص ساعة بس، واستوت كده نص سوا. هنشيل من عليها بقى خلاص ورقة الألمونيوم، انا كده ما عدتش عايزاها. وزي ما بقول لكم، انتوا لو هتحطوا الفراخ فترة كبيرة قبل الفطار ممكن ما تحطيش عليها الورق وتسيبيها تستوي براحتها. انا بس حطيت الورق عليها علشان اسرع بس عملية التسوية مش اكتر. بعد ما بنشيل الغطا كده من عليها، نبدأ بقى بالفرشة وندهن الفراخ بالخلطة اللي احنا عاملينها دي. طبعا الفراخ بتنزل شوية شوربة كده منها، هسيبها بعد كده تكمل سواها والشوربة دي تنشف منها خالص. وزي ما انتوا شايفين انا بغلف الفرخه كده من كل جنب ومن كل اتجاه بالتتبيله التحفه اللي احنا عاملينها مع بعض دي. التتبيله دي يا جماعه هتخلي لون الفراخ تحفه، والطبقه الخارجيه كده مقرمشه وكريسبي وطعمها تحفه. بجد يا جماعه، اللي هيدوق الفراخ المشويه دي لا هيفكر يشتري من بره، ولا هيفكر ابدا ان هو يروح لمطعم ويشتري فرخه مشويه تاني ابدا، لان مفيش اسهل من كده ولا هيكون في اطعم من كده. خلاص كده بعد ما دهنتها بالطبقة اللي احنا عملناها، هدخلها تاني في الفرن على نفس درجة الحرارة، وهسيبها بقى تشرب الشوربة اللي هي منزلها دي، وكمان في نفس الوقت تكمل سواها وتاخد اللون الحلو من فوق. هي هتاخد اللون الاحمر من حرارة الفرن الوحيدة وهتكون تحفة. لكن لو حسيتي ان هي محتاجة تتحمر شوية من فوق، ممكن تولعي لها الشواية 5 دقايق لحد ما تاخد اللون بتاعها الحلو الاحمر الجميل. على ما الفراخ بقى تكمل سواها، تعالوا ما نعمل مع بعض شوية رز مبهر تحفة يجنن، ولا اجدع مطعم ولا احسن بقى فراخ مشوية ورز اصفر في الدنيا كلها. تعالوا بقى هنعمل الرز البسمتي بطريقة وتكات المطاعم، حلو قوي. سألتوني كتير ايه نوع الرز الحلو يا دنيا اللي بتشتريه. انا بجيب الرز الهندي يا جماعة، بيكون لونه كده وبتكون الحباية بتاعته طويلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تجيبوش الرز الرخيص علشان بيتكسر مننا وبيعجن. بنعمل ايه؟ غسلت الرز كويس قوي 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 وصفيته من الميه. يبقى الرز البسمتي ده حوالي كيلو الا ربع، غسلته كويس قوي وصفيت الميه بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، مفيش فيه اي ميه خالص، اتغسل بس. بعد كده هجيب طرف معلقه من بودره الزعفران، ده لون بيتعمل بيه الرز معروف جدا عند العطار. بنشتريه بنلون بيه الرز ومعروف جدا. لو قلت للعطار لون اصفر من بتاع الرز هيديهولي. حطيت طرف معلقه صغير وقلبته كده في الرز علشان هيدينا اللون الاصفر الحلو اللي بنشوفه في المطاعم او بناكله من المطاعم. الرز هسيبه في اللون بتاعه ده كده حوالي 10 دقايق، مش هننقعه يا جماعه في ميه، وهقول لكم ليه واحنا بنسويه. خلاص تعالوا بقى كده نسوي الرز. طبعا بعد ما قعد حوالي 10 دقايق في اللون اللي احنا حطيناه، بحط كده شويه زيت ومكعبين زبده او سمنه اللي موجوده عندك استخدميه. بعد كده بحط بصلايه مبشوره صغيره. هنشوح البصلايه لحد ما لونها يصفر كده مش اكتر، يعني ما تغمقيهاش قوي، خليها لونها اصفر. اول ما البصلات تصفر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحط كده قرفه سيجار حتتين صغيرين، ومعاها كمان ليمون من اللي هو المجفف، ومعاها كمان كام ورقه كده من ورق الغار او اللورة، وهنقلبهم لحد ما نشم ريحه التوابل. بعد ما تبدا ريحه التوابل تبان، هنحط
يا اما شويه من الفلفل الالوان، يا اما نحط قرن فلفل من الاحمر اللي هو الحراق الشطه. هنقلب الفلفل كده مع التوابل مع البصل كله ياخد من ريحه بعضه. في الوقت ده بكون انا بغسل الرز اللي انا كنت حاطه عليه اللون. انا كده هاخده اغسله على الحوض، وانزل كل الميه الصفرا اللي موجوده فيه. بعد كده هاخد الرز وانزل بيه على التوابل والفلفل والسمنه والزيت اللي موجودين معايا في الحل. طبعا هنفضل نقلب في الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد الرز ما يسخن معانا كويس قوي. انا عايزه اشوح الرز كده واسخنه في السمنه والزيت. هنا معايا رشه من الفلفل الاسود صغيره كده مش كتيره، وكمان معايا معلقه صغيره مش مليانه قوي من السبع بهارات، وكمان معايا معلقه صغيره مليانه من البابريكا، وكمان معايا حوالي ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، او ممكن تحطي فصين 3 من الحبهان. وبعد كده بسقي الرز بتاعي بالشوربه. الشوربه يا جماعه حلوه قوي لما نحطها للرز. ليه؟ لان الرز بيشرب طعم الشوربه، فبيكون طعمه جميل كده وطعم. انما لما بنعمله بالميه ما بيكونش حلو قوي زي الشوربه. هنفترض ان انت ما عندكيش شوربه وعايزه تعمليه، هتعمليه ازاي؟ بنحط له مكعب من المرقه بديل. الشوربه بيكون مقدارها قد ايه؟ كل كوبايه رز بنحط لها كوبايتين من الشوربه او كوبايتين من الميه. لو احنا هنحط ميه ونعوضها بمرقه. خلاص يا جماعه، يبقى الشوربه بتاعتنا بتكون ضعف مقدار الرز. وطبعا بنحط شويه كده من الملح، لان انا طبعا الشوربه عندي فيها ملح فما كترتش. اول ما يبدا يغلي بنهدي عليه ونوطي. وهنا الفراخ بعد ما طلعت من الفرن بولع فحمه كده وبحطها، وبحط لها شويه زيت او شويه سمنه، وبغطيها وبسيبها تاخد ريحه الشوي بتاعه الحاتي اللي كلنا طبعا بنحبها وبنحب ريحتها في الاكل. وهنا الرز بعد ما استوى ما شاء الله ريحته تجنن، ريحته كانت قلب الدنيا، رز مفلفل وزي الفل. وطبعا لو عايزه تعملي الرز ده بالرز المصري بتاعنا بنفس الطريقه وبنفس المقادير، بس هنقلل الميه شويه وهنسويه زي ما بنسوي الرز العادي خالص زي ما انتي بتعمليه. يعني هتحطي الميه زي ما بتحطي الرز العادي بتاعك، بس بنفس الطريقه وبنفس الخطوات اللي احنا عملناها. احلى فراخ مشويه في الدنيا. انتي بقى ان انتي تروحي تشوي فراخ بره، ولا تشتري فراخ مشويه، ولا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. سهله وبسيطه وتتبيله بسيطه جدا، وحاجه كده مطمنه لها وقلبك مرتاح لها، غسلها بايدك ومنضفاها على ايديكي وعارفه انتي عاملاها ازاي وحاطه لها ايه. وشويه الرز دول مش هيكلفونا حاجه، لكن في نفس الوقت هيكون طعمهم تحفه. اكل مطاعم في البيت. وفري فلوسك واعملي اكلك في البيت انضف واحسن وامن لولادك. حبايب قلبي، الوصفه بتاعتي خلاص خلصت. لو عجبتكم الفراخ المشويه والرز المبهر ده يا ريت تعملوا لي لايك. مستنياكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.